بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وشيفروليه افيو وحادث مؤثر بالسيارة وشغل بالحوض بالكامل. طبعا الحوض مشغول، بالكارترات مشغولة، بفرد الشاسيه مشغولة، بتغيير الربع الأمامي. طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض الربع الأمامي متغير، ده بتاع عربية تانية والقطعية كده من هنا. طبعا العربية دي الراجل كان جايبها من الهرم عشان يفحصها، لكن للأسف الشديد طبعا كان دفع فلوسها وطلبت منه ان هو يرجع العربية تاني، لأن العربية حالتها سيئة جدا، فيها حادثة أمامية. في الحوض طبعا كله مشغول، مغير فيه الربع الأمامي وشغل بالكارترات وشغل بفرد الشاسيه وشغل بسلاح الرفرف. ونرفع العربية هنشوف كده مع بعض. الشغل أيضا موجود في فرد الشاسيه المقطوعة زي ما موجود قدام مننا كده مع بعض. الفردة دي مشغولة بالكامل. طبعا الهدف من الفيديو التوعية. هنا طبعا القايم ده كمان في حادثة ومشغول ومغير الرفرف الخلفي، وطبعا شغال في الكارترات، وحالة العربية سيئة جدا بما فيها من موتور وفتيس وقوايم وشاسيهات وحوض. طبعا العربية حالتها سيئة جدا. طلبنا من الراجل اللي كان جاي يفحصها ان هو يرجعها فورا لان حالة العربية سيئة. طبعا لما رفعنا العربية شفنا كده مع بعض، هنلاقي الربع الامامي من عربيه تانية لونها مختلف. هنا طبعا ادي لون العربيه، وهنا الربع الامامي طبعا لونه كان مختلف زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. هنا طبعا اللون هنا بيج زي ما واضح قدام مننا في الصوره، وهنا طبعا ده لون العربيه. طبعا العربيه دي حالتها سيئه جدا، وطلبنا من صاحبها ان هو يرجعها. طبعا احنا بنحذر الناس وبنوعيهم وبنقول ان اي واحد بيشتري عربيه من فضلك لو سمحت افحص العربيه في اي مكان يعجبك، علشان ما تاخدش عربيه تيجي ترخصها تلاقي فيه مشاكل، او ما تعرفش ترجع العربيه، او ما تعرفش تبيعها، وفي الحاله دي فلوسك تبقى راحت عليك. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.